من أراد أن يكون هاديا مهديا فعليه أن يقبل على القرآن ملتمسا الهدى منه، فمن التمس الهدى من القرآن هداه الله ونوره، ومن أعرض عن القرآن ضل وشقي. وقيام الناس بهذا في أنفسهم قليل، فإن الفازعين إلى القرآن يستنبطون وجوه هداياته في معاشهم ومعادهم ودينهم ودنياهم قليل. فالمرء تجري عليه وقائع وتبدر منه أحوال وتصدر منه أقوال وأعمال، فلا يلتمس الهدى من القرآن. وعظم ضعف هذا لما اقتصر على جعل القرآن كتابا تحل ألفاظه دون معرفة حقائقه ومعانيه، فيكون غاية الناس منه الألفاظ والمباني، فهم يقرؤونه مرة بعد مرة وهم لا يعقلون المقاصد والمعاني. وأقبح شيء أن يسري ذلك إلى مقامات التعليم في المساجد أو المدارس أو الجامعات، إذ يحال بين القلوب وبين هداية القرآن، فلا ينشرح به صدر ولا يطمئن به قلب ولا تهدأ به نفس.